السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل كيكة طبقات جميلة ان شاء الله تعجبكم جدا. سهلة وبسيطة ومقاديرها يعني بسيطة جدا جدا. هنبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا اول حاجة كده بولة فيها كوباية الا ربع من السكر، عليها بيضة، بنقدر نخليها نص كوباية حسب ما بتحبوا. عليها باكو من الفانيليا، عليها معلقة من الخل، وهنقعد نضرب بقى السكر مع البيض لحد لما السكر يدوب، ونلاقي البيضة كده ابتدت لونها يبيض شوية، يعني لحد ما تدوب خالص السكر فيها زي ما انتم شايفين بالطريقة ديت دابت خالص. هنزل كده عليها بتلتين كوباية من اللبن، بنقدر نبدل اللبن بمية أو بزبادي. ومعايا هنا تلت كوباية أو نص كوباية من الزيت حسب ما بتحبوا. وهخلط كل ده مع بعضه كويس جدا لحد ما كله يبقى خليط متجانس. واجهز بقى معايا الدقيق. انا معايا كوبايتين الا معلقتين من الدقيق، هكملهم كاكاو خام، عليهم معلقة من البيكنج باودر، عليهم رشة من الملح، واخلطهم كويس وهنزل بيهم على الخليط السائل زي ما انتم شايفين بالطريقة ديت. اخلط بقى لحد لما يتجانس كله مع بعضه، واخد خليط الكيك العادي اللي احنا متعودين عليه. زي ما انتم شايفين اهو، هو خليط سميك شوية. انا عايزاه تخينة علشان يعني الكيكة يعني لسه هتتشرب يعني. بجيب صينية واكون دهناها زيت ورشها بالكاكاو كده، وهنزل بالخليط. في الوقت ده انا بكون مشغلة الفرن علشان يسخن. يعني لازم يحقق درجة حرارة حلوة يعني قبل ما ادخل الكيك فيها زي ما انتم عارفين. اساوي كده وهدخلها حوالي تلت ساعة على درجة حرارة 180. طبعا اختبرها بخلة او بسكينة او باي حاجة زي ما احنا عارفين قبل ما اخرجها. بعد ما اخرجها اسيبها بقى تبرد شوية. انا سبتها تبرد، جهزت بقى خلة كده وقعدت اني اعمل فيها خروم كده. وبكون مجهزة معايا نص كوباية من اللبن الدافي، وهسقسق كده الكيك، اسقيها كده يعني علشان تكون من جوه هشة وطرية خالص. انا يعني هي هتكون يعني زي الجاتو كده، يعني حاجات اللي هي الكيكات الهشة الخفيفة. كمان أجهز بقى معايا الطبقة التانية، وهي 3 كوبايات من اللبن، عليهم 5 معالق من النشا زي ما انتوا شايفين كده. بقدر بقى هنا أحط فانيليا، أحط مية ورد، أحط أي حاجة أنا بحب الريحة بتاعتها. بقدر كمان أحط سكر لو أنا حابة الطبقة ديت تكون فيها سكر، لكن أنا عاملاها كده زي القشطة يعني من غير سكر. هرفعه بقى على النار وأفضل إني أقلب إيدي فيها على طول لحد لما تبدأ تتقل، واستنى شوية كمان لحد لما النشا يبدأ يستوي، وانزل بيها على الكيك. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. نصلي على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اهو المهلبية اهي معايا يا جماعة، تقلت خلاص اهي زي ما انتم شايفين. انا خلاص هي كده تقلت معايا، لكن انا مستنيه ان هي برضو تديني البقبقه كده بتاعت الغليان ديت زي ما انتوا عارفين، علشان اكون متاكده كويس جدا ان النشا استوى. طبعا ببركه الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام حاجتنا بتكون حلوه وتنجح معانا ويكون طعمها حلو ان شاء الله. دايما نسمي كده ونصلي على النبي واحنا بنعمل اكلنا وكل حاجه بنعملها، نذكر فيها اسم ربنا ان شاء الله يبارك لنا فيها يعني. جبت انا عينت الكيكايه وحطيت جوه الصينيه كيسين تلاجة علشان انا بعد ما تبرد هعينها من الصينيه خالص. بنزل بقى بالمهلبيه كده بعد ما عملتها على الكيكه، هعين كل اللي في الحله طبعا، واساوي كده المهلبيه على الكيك بالشكل ده. بعدها بقى بسيبها تبرد شويه وادخلها التلاجة تتماسك.
يعني حسب بقى الوقت اللي بيسمح معاكم. احطها في التلاجة يعني حوالي ساعة ولا حاجة. اهي بردت بقى، كنت جايبة كيوي كده ومقطعاها زين بيه. طبعا التزيين ده حاجة بقى بترجع لكم انتوا تزينوا بأي حاجة بتعجبكم. تقدروا تحطوا عليها كمان صوص شوكولاتة، تقدروا تحطوا فاكهة، تقدروا تحطوا أي حاجة بتحبوها. أنا هنا النهاردة حطيت كيوي وحطيت وجهزت كمان معايا رمان. مخلي ايدي سودا خالص زي ما انتوا عارفين الرمان ده فظيع، لما بنقشره ولا بنعمل فيه حاجة بيبهدل ايدينا. جبت كمان بقى الرمان اهو وهزين بيه بالشكل ده اهو. هي الكيكة ديت يا جماعة تعتبر اقتصادية جدا، حاجة بسيطة. شكلت بقى كده بالرمان، كان عندي حبة من الجيلي. عملتهم كده وهسقسق بيهم كده الكيك، بس علشان انا عايزة الطبقة من فوق كده يكون فيها سنة كده من الحمار. وكمان الكيك هينزل فيها بقى طبعا الجيلي ده وهتبقى طرية وجميلة. هعين بقى الأكياس ديت واحطها حطيتها في الطبق وعينت الأكياس وخليتها في التلاجة سقعت شوية. بعدين اهي شكلها يا جماعة، شايفين عاملة ازاي؟ شكلها تحفة جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. نقطع لكم حتة كده وهتشوفوها بقى من جوه. شايفين الجيلي بقى نازل اهو في الكيك من تحت؟ شايفين شكلها ازاي جميل؟ وطعمها كمان جميل واقتصادية خالص. ان شاء الله تعجبكم، بتمنى تجربوها. ويا ريت لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.